السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبكل سعادة. أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إيه اللي انتوا شايفينه قدامكم ده؟ العيش السن. وعملت العيش السن. طبعا العيش شكله يعني بيتكلم عن نفسه. شكله حلو جدا. مش شكل العيش السن طبعا اللي احنا بنجيبه من بره ولا بنشتريه جاهز. الكمية اللي انتوا شايفينها دي اتعملت من 2 كوباية دقيق او طحين. دقيق كامل الحبه، وانا عملت لكم لايف امبارح وقلت لكم الدقيق كامل الحبه يتعمل ازاي. يعني يعتبر الكوبايتين دول كوبايه دقيق اللي هو الطحين وكوبايه رده اللي هو النخاله. عملت لنا حوالي 5 كبار زي ما انتم شايفين كده. العيش بقى حكايه بجد، حكايه بجد، طعمه حلو جدا. طري طبعا، اللي عاوز ينشفه بيرجعه الفرن تاني بعد ما استوى يرجع ينشفه، لكن انا حبيته يكون طري. وهنشيله في كيس ونشيله في الفريزر، ولما نحب نطلع منه نلاقيه طري زي ما هو. طيب. طبعا شكله زي ما انتم شايفين اتعمل بكوبايتين دقيق واتعمل في الطاسه مش في فرن ولا حاجه. طيب، ما تيجوا بينا نشوف عملناه ازاي، الطريقه والكميه والمقادير بالظبط، وهنمشي مع بعض واحده واحده. تعالوا معايا. انا هعاير كوبايتين دقيق اهو زي ما انتم شايفين. طبعا الدقيق اللي انتم شايفينه قدامكم ده دقيق كامل الحبه، يعني نصه رده ونصه دقيق، نصه طحين ونصه رده اللي هي النخاله، وانا خلطاهم على بعض. بدل ما نروح نشتري الدقيق كامل الحبه وسعره غالي جدا، احنا نعمله بتكاليف بسيطه. لانك لو رحت اشتريتي دقيق كامل حبه هتلاقيه غالي، تقريبا كده الكيلو ب 15 جنيه. ده كوبايه دقيق عاديه من عندك وحطي عليها كوبايه رده، مش هتكلف معاكي حاجه. كوبايتين الدقيق انا حطيتهم اهو في طبق قدامي. العيش السن ما بيحتاجش اي حاجه غير نص معلقه ملح عليه، وممكن نحط كيس سكر دايت، وممكن ما نحطوش كمان مش محتاجينه. انا حطيت، لو مش حابه تحطي ما تحطيش، مش ملهوش اي تاثير، بس انا حبيت احط اي افتكاسه كده من عندي، يعني بحب احط اي افتكاسه بقى وخلاص. لكن هو يعني انا مش فاهمه كيس السكر ده اساسا لازمته ايه او هيعمل ايه. هو ملوش لازمه تماما. يعني نصيحه مني ما تحطوهوش، عاوزين تحطوه حطوه عادي، يعني ما فيش مشكله، ما علينا. تعالوا بينا نشوف الطريقه. حطينا نص معلقه ملح. طبعا انا قلت لكم ان انا بحب استعمل الخميره الصبحه اللي هي بتيجي من الفرن دي، ما بحبش الخميره الفوريه. ولكن لو هتستعملي خميره فوريه مفيش مشكله خالص، اعملي بخميره فوريه دي بقى. يعني انا عن نفسي بحب الخميره البيره دي. دوبت حته خميره صغنونه في فنجان ميه دافيه، وبعد كده هجيب فنجان ميه دافيه ابدا اعجن. وخدوا بالكم مش هياخد معانا ميه كتير، ادي فنجان الميه الدافيه وهنبدا نعجن العجينه بتاعتنا، ونعجنها حلو قوي 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 زي ما انتم شايفين كده. وزي ما قلت لكم قبل كده، العجين كل ما تفضلي تعجني فيه لما الطبق يبقى نظيف وايديك تبقى نظيفه. الطبق نضف وايديك نطفت كده عجينتك 10/10. شفتوا بقى هبه وهي بتعجن؟ طبعا حد يقول قاعده في مصر بقى وبتعجن. شايفيني وانا بعجن؟ يا سلام يا سلام. شايفين؟ والله العظيم هبه دي، ايد هبه دي اللي بتعجن. خدوا بالكم يعني، اوعوا تكونوا مفكرين ان حد تاني، والله انا. ما علينا. بصوا بقى، الطبق نضف وايده نطفت كده، العجينه 10/10 يا معلم. هنعمل ايه بقى في العجينه بتاعتنا؟ هنغطيها ونسيبها في مكان دافي عشان تخمر. مش هتاخد معانا نص ساعه، ليه؟ يعني الجو بدأ يحرر من الساعه، وانا بغطيها بقى ايه؟ بالفوطه الصفراء بتاعتي اللي انا مرمطاها معايا في التصوير دي. كادت ان تكون تشتكي مني، ولكن ما علينا. هنسيب العجينه بتاعتنا لما تخمر وهنرجع لها بعد نص ساعه. نص ساعه بالظبط هتلاقيها زادت معاكي. اول ما تلاقيها زادت معاكي كده وبقت هشه كده وريحتي الخميره طالعه معاكي، هي كده خمرت خلاص. طيب، هنعمل ايه بقى بعد كده؟ هنجيب صينيه وناخد نفس الدقيق بتاعنا الكامل الحبه، نرش حبه في الصينيه بتاعتنا ونبدا نكور العيش بتاعنا كور صغيره كده، ونرصه في الصينيه دي. الدقيق ده دقيق كامل الحبة، يعني دقيق على ردة، مش دقيق أبيض، عشان ما نخافش منه، ما تقلقوش منه، مليان ألياف وإيه بقى، حكاية بصراحة. أهو شوفوني بقى وأنا بقطع العيش، يا سلام. والله ناقصني أقعد قدام الفرن بقى واخبز بقى كده بالمطرحة. أكيد الجماعة أنتوا عارفين طبعا، معرفش أنتوا تعرفوا المطرحة ولا ما تعرفوهوش، أنا عارفاها. هنقطعه
يعني كوبايتين الدقيق بتوعنا دول طلعوا حوالي خمس ترغيفة من العيش بس. ما شاء الله حجمهم حلو، بس هو شكله باين في الكاميرا كبير لكن هو شكله معقول. يعني العيش ده نقدر ناخد منه واحد في الفطار. طيب بعد ما قطعناه كده هنقوم سايبينه حبة كمان، يعني بتاع 10 دقايق كده الكور بتاعتنا دي تريح. تمام. العيش كده بيحب يتعمل بمزاج كده، وكل حاجه كل خطوه تعمليها تسيبيه يريح شويه. بعد ما سيبناه يريح شويه هنبدا نفرده. طبعا هنحط الرخامه بتاعتنا منضفينها كويس قوي ومنشفينها، وهنبدا نحط الدقيق بتاعنا او الرده ونبدا نفرد العيش زي ما انتم شايفين كده. هفرده الاول بايديا، وبعد كده هبدا افرده بالنشابه بتاعتي زي ما انتوا شايفين. وهكون محضره صاج ابدا ارص العيش بتاعي فيه. ادي النشابه. بصوا لا بصوا العيش بيفرد معايا ظريف ولذيذ ازاي. طبعا لان العجينه ناجحه، العجينه بتاعتي ما شاء الله الله اكبر ناجحه، فبالتالي تلاقي العيش سلس كده معاكي وبيفرد معاكي ببساطه وسهوله ازاي. الله يا جماله يا جماله. نرص العيش بتاعنا في الصاج. هنبدأ نجيب الرغيف التاني ونبدأ نفرده. هفرد معاكم رغيفين بس عشان ما اطولش عليكم الفيديو. ده الرغيف التاني اهو بنفرده بايدينا الاول وبعد كده هنفرده بالنشابة. والله انا لو بعرف اظبط الكاميرا ان انا اطلع لكم صوره وانا بعمل مفيش مشكله بالنسبه لي، لكن المشكله عندي ازمه بجد ان انا اظبط الكاميرا في المطبخ، فبضطر اخلي حد من البنات عندي يمسك لي التليفون. ولكن للاسف انا ما بعرفش اظبط الكاميرا في المطبخ تماما، فمعلش يعني معذره يعني. كفايه ايدي هي اللي باينه شغاله. والمهم خلصنا الخمس ترغيفه بتوعنا، فردناهم ورصناهم على الصاج بتاعنا الظريف الجميل ده. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب الفوطه الصفرة بتاعتنا اللي زهقت مننا وهنغطي العيش بتاعنا، والمره دي هنسيبه نص ساعه العيش بتاعنا يريح كده وياخد راحته كده. وبعد كده هنقوم بقى ايه؟ بعد ما يرتاح نص ساعه هنبدا نسويه على الطاسه ايوان على الطاسه. خليكم معايا اوعوا تروحوا في اي حته، ده احنا هتشوفوا شغل كبير خالص دلوقتي. وعدت النص ساعة وتعالوا بقى. الطاسة بتاعتنا لازم تكون سخنة، الطاسة تكون تيفال وتكون سخنة، ما نحطش العيش وهو الطاسة باردة. لازم نسخن الطاسة بتاعتنا كويس عشان العيش. شايفين؟ بصوا يا جماله يا جماله حاجة كده. يا بصوا العيش بيتنفخ ازاي. العيش بنحطه واول ما يبدأ يرفع معانا نقوم قلبينه الناحية التانية، يبدأ يرفع معانا نقوم قلبينه على طول ورا بعض كده، ما تستنيش عليه. خلاص بقى قلبتي 3 مرات، اصبري بقى عليه لما يبدا يستوي. بصي كده بدا يستوي معانا اهو من الناحيتين الاتنين. هسوي معاكم رغيفين عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بصوا العيش بصوا العيش بيترفع ازاي، بيتنفخ ازاي ومعمول على الطاسه. بصوا شايفين اهو بيبدا يتنفخ. اقوم انا قلبها الناحيه هيتنفخ ما تقلقوش. يلا يا عم اتنفخ بقى. هو زعلان ولا ايه؟ اهو المتابعين لازم يشوفوك وانت بتتنفخ، ما ينفعش كده. اهو الرغيف هيسمع كلامي اهو وهيتنفخ. ريحه العيش طالعه بقى ما اقولكوش، حكايه بجد حكايه. هنبدا نقلب فيه كده من فوق لتحت ولتحت لفوق حتى يستوي تماما. هو مصر يتنفخ من جنب واحد، ما علينا مفيش مشكلة، اللي بعدك هيتنفخ.
اللي بعدك هيتنفخ، بس خليك فاكر، خليك فاكر انت احرجتني قدام المتابعين بتوعي. اصبروا اصبروا، اللي جاي هيتنفخ. هو باين عليه زعلان شويه، بس اتنفخ نص ونص لا. لكن على مين؟ تعالوا بقى اللي بعده هيطلع اشطر منه. هي يبدو بس الطاسه ما كانتش سخنت مني قوي. بصوا بقى الرغيف ده هيطلع شاطر وهيتنفخ حالا دلوقتي. رغاية انا صح؟ بصوا بنحط الرغيف ويا دوب كده يبدا يعني، بصوا يعني فقفق كده، نقوم قلبينه على طول على الناحيه التانية على طول، ما نستناش عليه. مفيش اسهل من كده والله، ما خد وقت خالص. عيش بقى حاجه بقى جميله جدا ونظيفه جدا. بتعملي رجيم كلي منه، بتعملي دايت، ما هو الدايت هو الرجيم. ايه هبه؟ معلش معلش، العيش بس العيش. مرضى السكر اعافانا وعافاكم الله يا رب ياكلوا منه. طبعا العيش مليان الياف بقى ما اقولكوش. الردة دي فيها كم فيتامينات معتبرة، ومن اهم الفيتامينات اللي في الردة فيتامين د. ويرجع يقول لك الكالسيوم ومش الكالسيوم، بطلوا ليه الافتاءات دي؟ ده الردة دي حاجة كده فيها شوية فيتامينات جميلة، وكفاية فيتامين د اللي موجود في الردة. الياف. شفتوا العيش بتاعنا بيقب ازاي؟ ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. ايه النار عندي مش شديدة ولا ايه؟ يلا بقى، ما تقلقوش، هيقب كله دلوقتي، هيتنفخ كله دلوقتي. معلش الصوت اللي بيجي في التسجيل ده صوت اشعارات، اشعارات الفيس عندي، فبتيجي بالصوت ده، معلش معذرة يعني. برضو العيش مصر. ما علينا. بس حلو. نقلبه على الوش التاني. بص شكل العيش عامل ازاي، شكله حكاية بجد. ده بالله عليكم زي العيش السن اللي احنا بنشتريه من بره. العيش السن اللي احنا بنشتريه من بره يعني كفايه الشكل. بصوا بتاعنا احنا بقى بتاع البيت عامل ازاي. استوى خلاص كده العيش بتاعنا. نفضل نقلب فيه كده لحد ما نلاقيه استوى من ناحيتين كده. تمام جدا ما شاء الله، العيش بتاعنا طالع حاجة روعة بجد بجد روعة. طبعا العيش ده نقدر ناخد منه نص رغيف، نقدر ناخد منه رغيف لو عندنا نشويات. تمام. طب ايه، طيب كفايه بقى كده. احنا سوينا معاكم كذا رغيف، وعشان ما نطولش عليكم كده العيش بتاعنا خلص اهو كله.
بصوا شكله عامل ازاي، شكله حلو جدا 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 وطري. طيب الناس اللي بتحب العيش ناشف، المفروض بعد ما سويناه كده واستوى نسيبه يهدى شويه ونرجعه الفرن تاني ننشفه. ده اللي حبه ناشف. اللي عاوزه طري هنشيله في كيس من اكياس التلاجة ونشيله في الفريزر، ولما نيجي نطلع رغيف او نقسمه نصاص زي ما احنا عايزين. عموما هو رغيف حجمه مش كبير، هي الكاميرا بس اللي مطلعاه كبير يعني احنا، وبعدين مفروض حلو ولكن وزنه يعني نقدر ناخد منه رغيف في الفطار، اظن حاجه جميله جدا، او رغيف في الغداء لو عندنا نشويات. القيمه الغذائيه بتاعته عاليه جدا، مليان نسبه الياف عاليه جدا، ينفع للرجيم، ينفع للدايت، ينفع لمرضى السكر، ينفع لاي حاجه عموما يعني. حتى لو ولادك هياكلوا منه، حاجه جميله جدا وصحيه جدا ونظيفه ومعموله في البيت. وكل الكميه دي معموله بكوبايتين دقيق فقط، كوبايتين فقط. الكوبايتين دول كوبايه ايه وكوبايه رده، كوبايه نخاله وكوبايه انت قلتوا الطحين، معلش انا بنسى الاسماء بس بتاعت بره، معلش عشان تبقوا. كوبايه نخاله وكوبايه طحين. وكده خلص الفيديو بتاعنا. بصوا شكل العيش لما بيتقطع، بصوا من جوه عامل ازاي. يلا بقى ما تنسوش تنزلوا تعملوا لنا لايك للفيديو، تعملوا لنا اشتراك للقناه. بالتوفيق ان شاء الله، واستنوني في وصفات تانية مع هبة الله للدايت والرجيم والمرضى السكر. وبالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.